السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة هنعمل البشليك بتاع الكم اللي هو بيركب تحت الأساور زي ما هو موجود قدام حضراتكم في التعليق. النهاردة هنوريكم بالطريقة بتاعتنا الجديدة وطريقتنا الحلوة، هنوريكم إزاي هنعمل البشليك ده. بس هنركز مع بعض شوية عشان يا جماعة البشليك ده مهم جدا. هو دلوقتي في ناس بتعمله وفي ناس ما بتعملوش، لكن هو مهم جدا سواء ان كان في القميص او ان كان في التوب السعودي، موجود طبعا في كل حاجة. فنركز يا جماعة واحدة واحدة مع بعض. يا جماعة البشليك ده كله تمام. ما فيهوش اي مشاكل، يعني شغله سهل. لكن في مشكلة واحدة بس، يعني لو ركزنا فيها يبقى خلاص ان شاء الله مفيش مشاكل. خلينا مع بعض هنيجي عند المشكلة ونقول لكم المشكلة هتبقى فين. بس نخلينا مع بعض ايه كده، ايه، واحدة واحدة. خلاص كده احنا خدنا مقاساتنا، مش عايزين نطلع بعيد عن الفيديو كتير. خدنا مقاساتنا زي ما موجود على الشاشة، بس حبينا نقول الحاجات المهمة بس على السريع كده عشان ما نختلفش. خلاص كده احنا بنقيس الفتحة الأول بتاعة البشليك اللي موجودة قدامنا، عشان هنعمل عليها القصة اللي هي تركب للبشليك. خلاص كده بنكبر طبعا عشان ايه، هي تبقى أكبر وأطول من الفتحة بتاعتنا، فهنكبر شوية وهنعمل العرض. طبعا خلاص مقاساتنا مكتوبة وهنقص احنا طبعا يا جماعة عشان نبقى متفقين. لا الكم ده هو كم، يعني هو الموضوع كله مش مقياس، يعني الموضوع كله ان هو للعمل بس نجيب الطريقة زي ما اخونا الكريم طلب. احنا عايزين نجيب الطريقة بتاعت البشليك ده بس كمان. تمام. عايزين بس احنا الفكرة كلها نشوف الطريقة هنا يا جماعة، نركز قوي في الحتة دي. احنا هنا حطينا الكم ده في وش ده بالظبط، لو خدنا بالنا فيه ناحية رفيعة كده وناحية عريضة. هنبدأ مثلا، خلاص يبقى ده الظهر اللي قدامنا يا جماعة. خلي بالنا كده، الظهر ده ظهر القماش مش وش القماش. وبعد كده هنتني التانية رفيعة اللي قدام حضراتكم. نبدأ نشتغل أول شغلنا على المكنة، نخلي ظهر القماش في وشنا. ظهر القماش في وشنا مش الوش يا جماعة، نركز في الحتة دي. خلاص. احنا تانينا التانية اللي هو الجنب الرفيع ده. وبعد كده هنركب القصة دي. القصة دي يا جماعة هيبقى وش القصة في ظهر الكم. تمام كده تمام. هنا يا جماعة ده الموضوع اللي انا بحكي لكم عليه. هنا في المكان ده الحتة دي هي اللي بتحدد الشكل. ممكن واحد يعمل الكم ده يا جماعة يعمله اتجاه واحد. خلي بالكم الحكاية دي، ان انا في طبيعة شغلي في كل حاجة عملتها قبل كده غالبا عملت من كل حاجتين عملت حاجة واحدة. لكن هنا عملت الاتنين. ليه بقى؟ عشان اللي انا بعمله دلوقتي لازم اتأكد ان الاتجاهين في وش بعض، عشان في النهاية الاقي الكمين دول اتجاه واتجاه صح كده. لو انا اشتغلت ممكن اشتغل. طب واحد يقول لي طب انت دلوقتي ممكن يبقى الاتجاهين ازاي؟ ممكن اعمل جنب وش وجنب ظهر. شوف انا قصصهم هما الاتنين اللي يعتبروا وش ببعض اهو. بس انا لو اشتغلت وانا بشتغل، لو خليت ناحية وش وناحية ظهر، هبقى خلفت الكمين، خليتهم اتجاه واحد. خلاص كده. ده اللي احنا بنحكي فيه وده اللي احنا بنقوله. وخلي بالنا واحدة واحدة. خلينا زي ما قلنا يا جماعة، خلينا مع الفيديو للآخر. للآخر ليه؟ عشان ممكن يكون في الآخر حاجة موجودة انت بتدور عليها، بس انت استعجلت وما بصيتش عليها او استعجلت على الفيديو. مش عشان مشاهدات ولا حاجة يا جماعة. انا بالمناسبة عايز اشكر الناس كلها على المشاهدات، والله ما شاء الله انا عاجبني المشاهدات اللي موجودة. والله بشكركم، انا مبسوط جدا مبسوط جدا للمشاهدات الايام دي. ويا جماعة انا مش عارف يعني بصراحة، انا حاسس ان الناس بتدعمني بطريقة حلوة جدا. انا عايز يا جماعة والله نفسي اشكر الناس كل واحد باسمه، بس معلش مش قادر، مش جاية معايا خالص. عايز اشكر الناس كل واحد باسمه. خلاص يا جماعة. خلينا مع طريقة البشليك دي. هنيجي يا جماعة التثبيتة بتاعت الخياطة بدايتنا دي عند آخر الفتحة بالظبط. خلاص أنا ثبت أهو. خلاص مجرد ما خيطت الخياطة دي، البشليك ده بقى ثابت تمام التمام أهو.
وبعد كده بنعمل زاوية هنا. الزاوية دي اهي بنعملها زي 7 كده يا جماعة. اذكر كل حبايبنا اللي هيشوفونا لاول مرة ويشرفونا في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس، ويا ريت اول ما نبدأ الفيديو على طول اللايك على طول يا جماعة. ندوس على اللايك، مش هنخسر اي حاجة. حتى انت لو ما بتحبنيش دوس على اللايك، مش هنخسر اي حاجة والله، ما بخسرش فلوس. خلاص يا جماعة، ونقفل كده الفتحة بتاعتنا. خلاص الخياطة بتاعتنا، المكان اللي هو مفتوح ده الخياطة بتاعتنا. غالبا الناس هتقول لي خلاص كده البشليك خلص. خلص، لكن في حاجة مهمة قوي، خليك معايا عشان ما نضيعش وما نروحش من بعض بعيد، عشان الفيتامينات والكلام الحلو كله جاي دلوقتي حالا. الفيديو مش طويل، وان شاء الله في كل الحاجات. خلي بالكم يا جماعة، احنا اول مرة نعمل على قناتنا الكم ده. شكرا للاستاذ الكريم اللي طلب مننا الكم ده. يا جماعه انا زي ما قلت لكم، احنا ما بنعملش فيديوهات من عندنا دلوقتي. كل الفيديوهات كمان بجيب التعليق وانزله وتشوفوه. كل الفيديوهات اللي بنعملها بناء على طلب حبايبنا ومتابعينا الكرام. خلاص يا جماعه الكلام خلص؟ لا لسه ما خلصش. احنا عندنا الجنب التاني. خلي بالكم لو لاحظتوا كده هتلاقوا الجنب التاني الطريقه مختلفه. يعني انا بدأت من الناحية دي، كانت الفتحة ناحيتي، دلوقتي الفتحة في الجنب التاني. خلي بالكم من كده اهو. ونفس الكلام على نهاية القصة بتاعة البشليك. وزي ما قلنا احنا بنشيل الزيادة، بنسيب حوالي 4 سنتي او 5 سنتي كده نظريا. عايز تقيسهم قيسهم، عايز تعملهم نظريا نعملهم. وبعد كده بنعمل الزاوية بتاعتنا. شايفين طريقة الزاوية دي يا جماعة؟ حاول تتمرن عليها. على فكرة يا جماعة، انا عايز اقول لكل متابعيني، مهم قوي، عايز اقول لكل متابعيني اللي انا بقوله ده ركز فيه كويس جدا يا جماعه. لما نشوف فيديو، يعني انا نزلت فيديو النهارده، انا عايز اعمله، ما اروحش اجربه في شغل، انا اجربه في حته قماش الاول. خلي بالكم من دي كويس. يعني انا اطبق الفيديو ده على حته قماش الاول، وبعد كده اطبق على شغلي. انا طلعت معايا حته قماش كويس بمقاسات حته قماش صغيره كده، مش عايزينها نجرب عليها. يعني دي يا جماعه نصيحه الناس تاخد بيها. اهو يا جماعه احنا ليه قفلنا الكم؟ والكم مش ميعاده يتقفل دلوقتي، او مش وقته يتقفل، او احنا مش عايزين نقفله. بس احنا بنقفل ليه؟ عشان نتاكد ان الاتجاهات بتاعتنا صحيح. اهو الجنب الرفيع اهو مع الجنب الرفيع، والقماش الكمام وش في وش. خلاص يا جماعه كده خلصنا؟ لا ما خلصناش يا جماعه. يعني الفيديو ده مش فيديو اساور بس، احنا هنعمل اساور كمان من غير حشو ومن غير اي حاجه، بس بنعملها عشان نوريكم هي هتركب على البشليك ده ازاي، مش اكتر. يعني كمان الاساور مش مقياس للي احنا بنعمله، احنا بس بنعملها شكل على السريع كده. كمان انا ما حطيتلهاش حشو وما حطيتش اي حاجه، عشان بس نشوف هتطلع معانا ازاي وهتركب على البشليك ده ازاي. خلاص كده يا جماعة قفلناها الأساور كده من هنا ومن هنا بعد ما تنينا السنتي ده. هي طريقة الأساور صحيحة مفيش أي مشكلة، بس يعني كأنها حتة قماشة كده بس بنجرب عليها. زي ما قلت لكم احنا بنجيب حتة قماشة واحنا بنجرب عليها، لكن دي أنا بشرح عليها وانتوا هتجربوا الأول عليها. خلاص يا جماعة. وطبعا مظبطين الحمد لله ألواننا واللون بتاع القماش عشان التصوير، عشان الناس تبقى مبسوطة كده وفرحانة وهي شغالة. خلاص يا جماعة. بعد كده بنركب الأساور بتاعتنا من جوه كده، بنحطها ظهر في ظهر. خلاص. وبعد كده بنركب اهو الأسورة. انا مش هشرح على الأساور حاجة، انا بس عايزك تشوف شكل الأسورة بعد ما نخلص تبقى عاملة ازاي، الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي، بس مش اكتر. لكن هو ده مش شرح أساور، احنا كنا عملنا عندنا على القناة قبل كده الأساور. خلاص اهو يا جماعة. غالبا احنا كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص يا جماعة، بس هنشوف الشكل النهائي. اتمنى بس الناس كلها تكون استفادت، واتمنى تكون الحمد لله طريقتنا يعني ماشية لحد دلوقتي مظبوط. نتمنى ذلك، ونتمنى الناس كلها مستفيدة. بس يا جماعة ده كان فيديو النهاردة. اتمنى طبعا يكون الناس كلها استفادت، واتمنى يكون الطريقة بتاعتنا كويسة. طبعا انتظرونا في فيديوهات تانية جديدة وفيديوهات مفيدة، لان طبعا الفيديوهات اللي احنا بنجيبها زي ما قلنا مش بنجيبها من عندنا، ده انتوا اللي بتطلبوها
واحنا على طول بننفذ، ما بنتأخرش عنكم في حاجة. وطبعا الفيديوهات الجديدة هتبقى مفيدة وهتبقى فريدة من نوعها وهتبقى متغيرة مش زي الفيديوهات اللي قبلها. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.